المستشار مرتضى منصور، فبقول له اقلب، لان انا مش هاجم المستشار مرتضى منصور، لان احنا اتكلمنا في مبدا عندنا في نادي الزمالك، وطبعا انت كابتني في نادي الزمالك، وانت عارف كويس ان احنا عندنا مبدا ان اول حاجه على مستوى نادي الزمالك ان ما ينفعش ان حد يطلع يسيء لرئيس نادي الزمالك، نمره واحد. نمره اتنين، بمبدا السن، انا راجل اتربيت ان انا ما هاجمش اي حد ابدا اكبر مني، انا دايما بعمل احترام للسن. صحيح. فما بالك لو ده رئيس نادي الزمالك. لكن في بعض النقاط لازم اتفضل يعني اعلق عليها. المستشار مرتضى منصور النهارده طلع قال كلام مع كريم حسن شحاته. الكلام ده فيه اساءه ليا، وبعض النقاط المهمه جدا. اول حاجه ان المستشار مرتضى منصور قال ان ميدو وقف مع ولد بيهاجم بلده ضد المرغني ضد رئيس نادي الزمالك. تمام. ودي نقطه ناخد نقطه كده عشان اوضحها للناس. انا ضد الكلام اللي مرغني قاله، ومش مع الكلام اللي مرغني قاله. مش مع ان المرغني وهو قاعد قدام الكمبيوتر او قاعد بالتليفون ان هو يحبط قواتنا المسلحه، او ان هو يحاول يظهر صوره ان رئيس الجمهوريه الرئيس السيسي مش ما بيعملش المجهود الكافي عشان يحمي جنودنا، خاصه في التوقيت ده. ده كلام بالنسبه لي غير مقبول بالمره. لا بس هو مرغني ما قالش كده. يعني لا، يعني هو معنى الكلام اللي مرغني قاله، معايا الكلام اللي مرغني قاله. هو المرغني قال كلام بيسيء رئيس الجمهوريه لما يقول انت فاشل بالظبط. ضد طب هسال سؤال، يعني انت عارف المرغني حبيبي، بس انا عايز اسال سؤال. هل المرغني يقدر يقول لحماده صدقي انت فاشل في البدايه؟ هل يقدر يقول لماجد سامي رئيس نادي ودجله انت فاشل؟ كابتن خالد، احنا بنتكلم في نفس الخط. فهمت قصدي؟ بنتكلم في نفس الخط ان احنا ضد الكلام اللي قاله المرغني. تمام. لكن في نفس الوقت احنا ضد اهانته. مش اي بني ادم يطلع ان هو يتكلم ويعبر عن رايه، حتى لو عبر عنه بشكل خاطئ، ان احنا نطلع نهاجمه. وهو ده يعني انت ميدو مع ان مرغني ثاني بس مرغني يهين رئيس الجمهوريه، بس ما حدش يهين مرغني. يا كابتن خالد، لا انا بكلمك والله اصلا. ما انا اسمعني، انا ضد الكلام اللي مرغني بيقوله. ده اهانه. ضد الاهانه اللي مرغني بيعملها. تمام. ضدها. صح؟ تمام. لكن في نفس الوقت يعني فهمني كويس. انا ضد الكلام اللي بيقوله المرغني، وضد الكلام اللي قاله المرغني، عشان برضو النهارده المستشار مرتضى منصور اتكلم في النقطه دي. انا ضد كل كلمه كتبها المرغني انا ضدها. تمام. لكن في نفس الوقت ضد اهانه المرغني، سواء هو كان من اولاد نادي الزمالك او من خارج اولاد نادي الزمالك. اي حد النهارده بيعبر عن رايه، انا شايف ان ما يصحش ان احنا نطلع نهينه، خاصه ان هو لو كان ولد لا حول له ولا قوه. الدنيا علمتني ان انا لما احارب حد قوي، حارب حد قوي زي يقدر يرد عليا. انما ده ولد لا حول له ولا قوه. الاستاذ وائل الابراشي جابه ودخل عليه المستشار مرتضى ودخل عليه مكالمات تانية، وهو كان لا حول له ولا قوه. فانا زي ما كنت طول عمري مع كلمه الحق، طول عمري، حتى لو كنت انا اللي متضرر على المستوى الشخصي، طلعت قلت رايي بصراحه. قلت ان انا شايف ان دور رئيس نادي الزمالك ان هو يدافع عن اولاد النادي، وان ده جزء اصيل من عمله.